أصدقائي، أهلا وسهلا. اليوم مرة أخرى نبتعد عن الرياضة وكرة القدم ونذهب إلى أمور وهموم أخرى في حياتنا. عنوان هذه الحلقة أو هذا الموضوع أو هذه المناسبة أو هذا اللقاء هو عنوان برأسين. أقول: في مصر شعب للعسكر يركع، وفي تركيا شعب للعسكر يصفع. ما حصل في تركيا في الأيام القليلة الماضية ماذا نطلق عليه أو ماذا نسميه؟ في كل بلاد الدنيا قالت الصحافة وقال السياسيون بأنه محاولة انقلاب، ولم أسمع أو أقرأ بأن ما حصل في تركيا هو انقلاب فاشل وثورة ناجحة في وقت واحد. انقلب العسكر في ذلك البلد على الشرعية السياسية والنظام الديمقراطي، فتصدى له الشعب الديمقراطي وأفشل محاولته، عكس ما حصل في مصر منذ حوالي 4 سنوات لما انقلب على الشرعية السياسية العسكر بقيادة جنرال عطشان للحكم وعطشان للدم، فلم يفعل الشعب شيئا، وانقسم ذلك الشعب على نفسه في اتجاهات 3: ثلثه بارك الانقلاب، وثلثه تفرج من بعيد وانتظر لمن ستكون الغلبة، وثلثه ذبحه العسكر وما زال يذبح منه أمام الدنيا بأكملها. ما قام به الشعب التركي من بطولة نادرة هو صورة متجددة لما حدث في دول أخرى كفرنسا سنة 1789 وإيران سنة 1979. الثورة الفرنسية أطلقوا عليها ثورة فكر ونور أو ثورة فكر الأنوار، والثورة الإيرانية نعتها بالثورة الإسلامية، وهذا دليل قاطع على أن الإسلام هو دين فكر ودين نور وفكر وتحرر وكرامة، وليس فكر جبن أو فكر إزهاق للأرواح البريئة من الأطفال والنساء والعجزة والسياسيين الرواد كمحمد مرسي. يا سيسي ويا داعش. اللغز الذي لا نراه ويفسر ما حدث في تركيا يحمله السؤال التالي: لماذا غامر الشعب التركي الأعزل وقابل العسكر بصدور مفتوحة للرصاص؟ لسبب واحد لا ثاني له، وهو أنه شعب عريق أولا من آلاف القرون، وشعب شجاع من آلاف السنين. ولا ننسى أن الدين الإسلامي رحل إلى أصقاع العالم على أكتاف قادة من الأتراك والفرس، قادة عسكريين، وشعب متحضر من آلاف الأعوام، ومن حضارته بنى العرب نظامهم الإداري والعسكري، وشعب قوي العقل والجسم منذ غابر الظهور، حتى قيل عنه قوي مثل تركي أو قوي مثل تركي، فوركم أن ترك. وشعب متعلم، وهذا هو ما ألح عليه، شعب متعلم، وما لم تكن متعلما لن تكون شجاعا، وما لم تكن متعلما لن تكون قويا، ولن تكون كريم النفس، ولن تكون شبيها بمواطن تركي، ولن تفشل انقلابا، ولن تهب حياتك لمبادئك، ولن تجعل من روحك روحا رخيصة أمام الكرامة والفضيلة والوطن والمبادئ. ما لم تكن متعلما تقضي حياتك كلها راكعا للعسكر وساجدا للسلطة ومدلا أمام المال. غريب الأمر، أنا كنشوف أطباء ودكاترة وجامعيين كيقفقفوا من المقدم وكيقفقفوا من المخزني. عباد الله، ما هذا؟ الآخرون الذين يجب أن يقفقفوا أمام طبيب وأمام أستاذ جامعي وأمام متعلم وأمام صحافي مهم. ما لم تكن متعلما تكون كالبهيمة،
تسجد لغيرك وتباع وتشترى بالمال، ولا تنتج ديمقراطية قوية تدافع عنها بدمائك، وتنتج مقابلها ديمقراطية يسيرها سياسيون اشتروا صوتك وصوت زوجتك المصون وصوت ابنتك الجميلة. في تركيا لا يوجد واحد يعطي صوته لتاجر في الكيف أو تاجر في الفساد أعطاه المال، أعطاه الفلوس باش يصوت عليه. هذه واحد 20 عام واحد اسمه حفيظ، محمد حفيظ، هذا كان اتحادي ونجح في الدار البيضاء، نجح في البرلمان، ولكنهم زوروا ليه. هو في الحقيقة ما نجح، سقط واحد اخر اللي نجح وزوروا ليه. الداخلية باش تعطي صوت او مقعد الاتحاد الاشتراكي في تبادل، هذاك دا هنا والاخر دا لهيه، لان الداخلية كتوزع داك. محمد حفيظ وانا اذكره بكل اعتزاز وفخر تنازل عن ذلك المقعد، قال لهم انا ما نجحتش، انا ما نستحقش نكون في البرلمان، خصمي هو اللي نجح وما مشاش للبرلمان. محمد وكان صحفي، هذا نوع من الصحفيين، مش نقول عليهم الرجال، ماشي الصحفيين اللي كيتحفوا الشوارب ديالهم وكيفتحوا جيابهم لاسيادهم. الى اللقاء.